مشاهدونا الأفاضل، طابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. سمينار للإريتريين في الدول الإسكندنافية وسويسرا. إصابة مواطنين بفيروس كورونا اليوم. نتائج مشجعة للأبحاث الزراعية بمركز حلحلي الزراعي. قتلى في تفجير استهدف حافلة عسكرية بدمشق. محادثات دولية في موسكو حول أفغانستان بحضور ممثلي حركة طالبان. أكثر من 100 قتيل وعشرات المفقودين بسبب الفيضانات في الهند ونيبال. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح يوم 16 من أكتوبر سمينارا شعبيا واسعا في مدينة ستوكهولم السويدية حول الأوضاع الراهنة في البلاد وحزمة برامج التصدي والتطورات الإقليمية، وكذلك الأنشطة الدبلوماسية المرتكزة على الشراكة مع دول المنطقة والعالم. وأوضح الوزير عثمان صالح في السمينار الذي عقد بعنوان التأهب كضرورة مرحلية بمشاركة أكثر من 1000 من الإريتريين والسويديين أصدقاء إريتريا القادمين من السويد والدنمارك والنرويج، أوضح بأن التأهب والتصدي ليس جديدا على الشعب الإريتري، معربا عن ثقته في الانتصار اليوم أيضا ضد كل العدائيات التي انطلقت بوجه جديد. وقال أن تمكن إريتريا من إفشال كافة العدائيات والاستمرار كوطن والمساهمة المتواضعة في سلام واستقرار المنطقة رغم أنها لم تكن كما هو مأمول كان بفضل الوحدة القوية للشعب والقيادة والتصدي القوي. وستواصل إريتريا علاقات الشراكة مع شعوب ودول الجوار من أجل تحقيق مصلحتها والمصلحة الإقليمية. وأشار إلى أن التنظيمات الوطنية المتواجدة في الخارج هي من العوامل الرئيسية للصمود والانتصار والاستمرارية، مشددا بأن المرحلة تتطلب الدفع بتقوية الصفوف والعمل المنسق والفاعل لتنفيذ الشعار الذي ظل يعمل به منذ فترة الكفاح المسلح: فلتوعى وتنظم وتتسلح الجماهير. في غضون ذلك عقد مستشار الرئيس السيد يماني جبرآب سمينارا مماثلا في جنيف يوم 17 من أكتوبر للإريتريين في سويسرا حول الأوضاع السياسية والتنموية والاقتصادية والأمنية والإعلامية والدبلوماسية والاجتماعية بالمقارنة مع تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية وموجهات المستقبل. وذكر السيد يماني عدم انتفاء النظرة المشوهة للنظام العالمي تجاه بلادنا والمنطقة حتى الآن، حيث يجري العمل لعرقلة مسيرة السلام والتكامل التي تسير بشكل جيد بفضل الوعي والتصدي القوي للشعوب ودول القرن الإفريقي. وشدد على وجوب مساهمة كل المواطنين بوعي، لكون التنظيم الواسع والفاعل هو الخيار الأوحد للخروج منتصرين في هذا النظام العالمي المعروف بالاستحواذ والتآمر والاغتصاب. وقال أن قضية الأمن الوطني هي فوق كل القضايا، وأن إريتريا على استعداد دائم لحماية أمنها ومصالحها، حيث انطلقت بروح التصدي لضمان الزود عن سيادتها وسلامها. كما شرح دور ومساهمة المواطنين في الخارج عامة والتنظيمات الوطنية خاصة للدفع بالدبلوماسية الشعبية. وقد أجاب السيد يماني جبرآب في ختام السمينار على أسئلة واستفسارات الحضور. شارك في السمينار الشعبي الذي يعتبر الأول من نوعه بعد جائحة كورونا مئات المواطنين الإريتريين في تشينو وذوغ ولوزر وبازل وراو وزيوريخ وسنغالي وجفوزا وكور وسلوتران وبيرن ونشاتل وفريبورغ ولوزان وجينيف. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم بمراكز العزل في إقليم عنسبة أظهرت إصابة 2 من المواطنين بفيروس كورونا، فقد ظهرت إصابة واحدة في كرم والإصابة الثانية في حمل مالو. في غضون ذلك شفي 9 مرضى بوباء كورونا، 5 من إقليم عنسبة و4 من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6780، شفي منهم 6691 وتوفي 45 مريضا، فيما لا يزال 44 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 20 من أكتوبر 2021.
يقوم مركز حلحلي للأبحاث الزراعية بجهود فاعلة للتعرف على البذور التي تتحمل الجفاف والأمراض وتنميتها. وأوضح العاملون في المركز إجراء الأبحاث في 800 نوع من البذور، حيث تم التعرف حاليا على 45 نوعا وتوزيعها على المزارعين. وأشار إلى أن البذور التي تم تنميتها هي 16 نوعا من القمح للاستخدام في صناعة الخبز والمعكرونة، و10 أنواع من الذرة، و6 أنواع من الدخن، و7 أنواع من الشعير، و3 أنواع من الذرة الشامية، ونوعين من البقوليات، ونوع واحد من البذور الزيتية. وأوضح الشباب العاملون في المركز بأن الأبحاث الزراعية التي تجرى سنويا مكنت من التعرف على أنواع الذرة والبذور الزيتية والبقوليات التي تتحمل الجفاف والأمراض، ويجري توزيعها على المزارعين. دعا حاكم اقليم عنسبة السفير عبد الله موسى سكان مديرية حقات للاستفادة الجيدة من الخدمات الاجتماعية والعمل على ضمان استمراريتها. جاء ذلك لدى زيارة السفير عبد الله موسى يوم 17 من أكتوبر برفقة عدد من المسؤولين لضواحي الشبق وعد أري وأشرة وعد عمر، حيث تفقد مؤسسات التعليم والصحة والمياه. وحث السكان للمساهمة في صيانة وسد نواقص المؤسسات وتمهيد الأرضية للأطفال الذين فاتتهم فرص التعليم للالتحاق بالتعليم. ومن جهتهم أوضح السكان بأن المزارع توجد في وضع جيد نسبيا بضاحية عد عمر وجزء من ضاحية شبق، بينما الزراعة لم تكن بالمستوى المأمول في المناطق الأخرى، منادين بضرورة الإسراع في بناء سد بعد سقاي وإصلاح مشروع مياه شتاء. تبرع الإريتريون في ألمانيا ب 52,307 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وأفادت السفارة الإريترية هناك بأن المجتمع والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مدينة جيسن تبرعوا ب 600 يورو، واللجنة الوطنية في ميونخ ب 6600 يورو، والجالية في مدينة روتلينغ وضواحيها ب 1200 يورو، وفريق أدال قلحت الرياضي في مدينة جيسلينغ شوتغار ب 1220 يورو، وبهلي حنداي في مدينة جيسن ب 1200 يورو، والجالية في مدينة قيسن ب 1080 يورو، والإريتريون في مدينة برلين ب 3000 يورو لإعالة أسر الشهداء. كما تبرع كل من السيد سيوم والمريم وعوى سيوم ب 600 يورو، وأسرة السيد برهي يوهنس مع السيدة الأولى سيوم ب 600 يورو، وأسرة السيد تسفاي مسفن من مدينة مانهايم ب 600 يورو، وبسرات ونازريت ودانيال تسفاي ب 450 يورو، والسيد تخلاب سهله مع السيد سقوين تسقاي ب 587 يورو، والسيد إزجي جبرندرياس مع السيدة جري تسفاي ب 600 يورو، ويوهانا وناود وفسطومة برهتو ب 120 يورو، والجانش تيدروس ب 590 يورو، والسيد تسفالدت جبرويت ب 600 يورو، وأمتها إلى حدقو من النمسا ب 300 يورو لنفس الغرض. في غضون ذلك تبرعت اللجنة الوطنية في مانهايم وضواحيها ب 3130 يورو، واللجنة الوطنية في فوبرتال ب 2500 يورو، واللجنة الوطنية في مدينة دوزلدورف وضواحيها ب 2500 يورو، وأطفال فرز انعت ب 320 يورو، والجالية في مدينة فيسبادي ب 1260 يورو، وجمعية الإريتريين في مدينة توبنغ ب 2800 يورو، والمقيمين في النمسا ب 1860 يورو، والمقيمين في مدينة هامبورغ وضواحيها ب 1530 يورو، والمقيمين في مدينة كاسل وضواحيها ب 1048 يورو، والمقيمون في فرانكفورت ب 7000 يورو، والمقيمين في مدينة كيلن وضواحيها ب 5396 يورو، والمقيمين في مقاطعة أوفنباخ ب 1555 يورو، والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في فرانكفورت ب 1000 يورو، ومجموعة الشهداء في مدينة بليفلند وضواحيها ب 455 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. اختتم في 15 من أكتوبر أسبوع الشباب بمديرية عصب، والذي شارك فيه أكثر من 200 شاب بأنشطة عكست روح المنافسة والابتكار. ويأتي الأسبوع الشبابي الذي استمر الأسبوع وتضمن مناشط رياضية وتعليمية وثقافية وسمينارات وبرنامج للتشجير في إطار المهرجانات الشبابية السنوية لتطوير روح المنافسة والابتكار. وأشاد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية عصب السيد علي أحمد حيو بتعاون مؤسسات الحكومة والجبهة عامة وإدارة مدينة عصب ومكتب مفوضية الثقافة والرياضة والمدارس خاصة.
أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر بأن الاتحاد وسع تنظيمه وقاعدته في كافة القطاعات ويعمل لرفع قدرات الشباب في كل المجالات. هذا وقدم حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي ومسؤولون آخرون الجوائز للفائزين في مختلف الأنشطة والمنافسات. استشهد اليوم 20 من أكتوبر المناضل برهنة أرآب محاري سيلا جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 69 عاما. التحق المناضل برهنة أرآب بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يناير 1975 وخدم قبل الاستغلال في القوات المقاتلة ووحدات الاقتصاد والاتصالات والاستخبارات العسكرية، وبعد الاستغلال خدم في وزارة الشؤون الخارجية بمختلف مستويات المسؤولية في الداخل والخارج. المناضل برهنة أرآب رب أسرة وأب لابنين، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم 20 من أكتوبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وتعرب وزارة الشؤون الخارجية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل برهنة أرآب محاري سيلا وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملاء العمل. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قتل 10 مدنيين بينهم 3 أطفال على الأقل في قصف صاروخي للقوات الحكومية السورية استهدف مدينة أريحة في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت وكالة الإعلام الرسمية السورية أن تفجيرين بعبوتين ناسفتين استهدفا حافلة نقل عسكرية عند جسر الرئيس في دمشق، وأديتا إلى سقوط 14 قتيلا إضافة إلى 3 جرحى. وذكرت سانا أن السلطات فككت عبوة ثالثة. وندر حدوث هذه الهجمات في دمشق في السنوات الأخيرة بعد أن استولت القوات الحكومية على ضواحي كانت في السابق تحت سيطرة المسلحين المعارضين للنظام. وخلال سنوات النزاع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات شهدت دمشق انفجارات ضخمة أسفرت عن عشرات القتلى، وتبنت معظمها تنظيمات جهادية، بينها تفجير تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في مارس 2017 واستهدف القصر العدلي مسفرا عن مقتل أكثر من 30 شخصا. أقر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بما تبذله حركة طالبان من جهود لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، مشيرا إلى أن الخطر الإرهابي القادم من البلاد يهدد المنطقة بأسرها. وقال لافروف خلال محادثات دولية أولى في موسكو مع الحكام الجدد لأفغانستان: نعترف بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن هنالك خطرا حقيقيا. وتستضيف روسيا محادثات دولية حول أفغانستان بحضور حركة طالبان سعيا لتأكيد نفوذها في آسيا الوسطى والدفع في اتجاه التحرك ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يحتشدون بحسب قولها في هذا البلد الهش. المحادثات التي يشارك فيها مسؤولون من 10 دول بينها الصين وباكستان هي أحد أهم اللقاءات الدولية التي تحضرها طالبان منذ وصولها إلى السلطة في منتصف أغسطس، وتأتي بعدما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي من أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يحتشدون في أفغانستان لنشر اضطرابات في الجمهوريات السوفيتية السابقة الواقعة على حدود روسيا. أسفرت الفيضانات والانزلاقات الأرضية في الهند ونيبال عن مقتل أكثر من 100 شخص بالإضافة إلى عشرات المفقودين، وفق ما أعلن عنه مسؤولون محليون. في أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون بأن 46 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 شخصا في كيرالا بالجنوب. وقال رئيس وزراء الولاية بيناري فيجيان أن الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلا، و30 على الأقل من الذين لقوا حتفهم في أوتارخاند سقطوا إثر 7 حوادث منفصلة في منطقة ناينتال بعدما تسببت أمطار غزيرة بانزلاقات أرضية وانهيار العديد من المباني. وفي نيبال قال هوماكالا باندي مسؤول قسم إدارة الكوارث: في الأيام الثلاث الماضية قتل 31 شخصا جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في مختلف أنحاء البلاد، وهنالك 43 شخصا من المفقودين.
تحطم الطائرة كانت تقل 21 شخصا لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس، وقد تمكن كل الركاب وأفراد الطاقم من الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران وفق تصريحات عناصر الإطفاء والسلطات المحلية. وأعلن ستيفن وودارد السيرجنت في جهاز الأمن العام في تكساس في مؤتمر صحفي قائلا نجاة كل الأشخاص الذين كانوا داخل الطائرة، وهم 18 راكبا والطاقم المؤلف من 3 أفراد. والطائرة التي تعمل بمحركين هي من طراز ماكدونالد دوغلاس، وكانت متجهة إلى بوسطن، وقد أدى عليها الحريق بشكل كامل وفق مشاهد التقطتها أجهزة الإنقاذ. ووفق المسؤول فقد أصيب شخص واحد بجروح طفيفة، كما قال مدير أجهزة الطوارئ المحلية تيم جيبسون بأن الركاب خرجوا من الطائرة بسلام. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عقد سيمينار للإريتريين في الدول الإسكندنافية وسويسرا. إصابة مواطنين بفيروس كورونا اليوم. نتائج مشجعة للأبحاث الزراعية بمركز حلحل الزراعي. قتلى في تفجير استهدف حافلة عسكرية بدمشق. محادثات دولية في موسكو حول أفغانستان بحضور ممثلي حركة طالبان. أكثر من 100 قتيل وعشرات المفقودين بسبب الفيضانات في الهند ونيبال. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.